خلف جبال الجليد الصامتة بأقصى الشمال في أرض مساحتها مليونين كيلو متر مربع. لحسب الخريطة اللي بنشوفها بنفكر إنه جزيرة جرينلاند قد قارة إفريقيا، بس هي أصغر منها ب 14 مرة. مهم عم يدور صراع ما حدا سامع صوته، صراع على كنز متجمد اسمه جرينلاند. ترامب قرر إنه هالأرض لازم تصير أمريكية، مو بكرة، هلأ. بس ليش؟ شو اللي بيعرفه ترامب وما بيعرفه العالم؟ هذا المكان اللي العالم كله شايفه جليد وهو شايفه ذهب أبيض. الدنمارك ردت بكلمة واحدة: ليست للبيع. بس ترامب ما سكت، فرض شروطه وفتح باب مواجهة دبلوماسية ممكن تغير شكل الناتو كله. فهل نحن قدام أكبر صفقة عقارية بتاريخ البشرية، ولا قدام شرارة صدام سياسي رح يخلط وراء التحالفات العالمية؟ القصة ما بتوقف هون، لأنه بعام 2060 حروب ما عاد تخاط كرمال حدود بس، صارت تخاط كرمال اللي تحتها: معادن نادرة، نفط، ومواقع صواريخ تقدر تحسم أي حرب قبل ما تبلش. وهون بيبان السبب الحقيقي، السبب اللي خلى ترامب يغامر بكل شيء ليستحوذ على جزيرة جرينلاند ويحولها من جزيرة جليدية منسية لساحة صراع عالمي على المستقبل. أنا فراس، بقناتي بحكي عن كل شيء بصدق وأمانة، والمصادر موجودة، وعندي غير اللي قبلي اللي حكى بنفس الموضوع. بس خليك معي للنهاية. إذا عجبك الفيديو يا ريت تجي اشتراك ولايك وشير هالشغلات الظريفة، ويلا نبلش. القصة ما بلشت بس من رغبة بالتوسع على الأرض، بل من سباق محموم فوق قمة العالم. مع ذوبان الجليد بسبب تغيير المناخ عم تنكشف طرق بحرية كانت مسكرة من آلاف السنين، وعم يبين تحت الأرض مخازن ضخمة من المعادن الأرضية النادرة. هالمعادن هي العمود الفقري لموبايلك الذكي، لسيارتك الكهربائية، ولأحدث الأسلحة الأمريكية. ترامب فاهم إنه اللي بيمتلك هالأرض بيكسر قبضة الصين على تكنولوجيا المستقبل بضربة واحدة. بس الموضوع مو بس مصاري، القصة قصة بقاء. بعقل ترامب الاستراتيجي جرينلاند هي حاملة طيارات طبيعية ما بتغرق. هاي الموقع المثالي لحط أنظمة رادار ودفاع صاروخي تحمي المدن الأمريكية من أي تهديد عابر للقارات. وهو بيشوف أنه ترك الجزيرة تحت سيادة دولة أوروبية صغيرة مثل الدنمارك هو ثغرة أمنية ما لازم يسكت عنها، خصوصي مع تزايد الوجود العسكري الروسي بالقطب الشمالي. وبعقليته اللي ما بتعرف المستحيل، ترامب بيعتبر المعارضة الدولية مجرد مفاوضات صعبة. بيشوف انه الدنمارك عم تدفع مئات الملايين بالسنة لتدعم الجزيرة، بينما امريكا فيها تحولها لمنجم ذهب وقاعدة عسكرية ما بتقهر. هي مقامرة تاريخية بتذكر بشراء ألاسكا بس بلمسة القرن الواحد والعشرين، وين بتجتمع أحلام العظمة الشخصية مع لغة الأرقام القياسية. وهلا رح نرجع لتاريخ الجزيرة اللي الكل عم يتقاتل عليها. قبل الميلاد بحوالي 2500 سنة وصلت جماعات من شعوب الإينوي من شمال أمريكا وكندا لهالجزيرة. كانوا صيادين وقساة عايشين على صيد الفقمات والحيتان، وعايشين حياة قاسية بين الجليد والبحر. هالناس هن اللي شكلوا الهوية الأولى للجزيرة وصاروا جزء من روحها وثقافتها. بالقرن العاشر اجى فايكنج نرويجي اسمه إيريك الأحمر، كان هربان من قوانين آيسلاند وقرر يستقر بجنوب الجزيرة. سماها جرينلاند يعني الأرض الخضراء ليغري الناس يجوا يعيشوا فيها. الفايكنج بنوا كنائس وزرعوا الأرض، بس مع الوقت ومع البرد القارس والصراعات مع الإينويت مستوطناتهم انهارت بالقرن الخامس عشر. بالقرن السابع عشر بلشت الدنمارك تمد نفوذها. سنة 1721 أرسلوا بعثة تبشيرية واستعمارية وصارت الجزيرة جزء من إمبراطوريته. بالقرن التاسع عشر فرضوا حكم مباشر عليها وصارت جرينلاند رسميا مستعمرة دنماركية. سنة 1953 دخلت بالدستور الدنماركي كإقليم رسمي، وبعدين أخذت حكم ذاتي واسع سنة 2009 مع إمكانية الاستقلال إذا الشعب صوت. جزيرة جرينلاند جغرافيا جزء من أمريكا الشمالية بس سياسيا مرتبطة بأوروبا. سنة 1985 بعد ما أخذت حكم ذاتي، اليوم تم وضعها كإقليم تابع للاتحاد الأوروبي بالخارج مع ترتيبات خاصة بالصيد. الحرب العالمية الثانية أمريكا شافت جرينلاند موقع استراتيجي. سنة 1951 وقعوا اتفاقية مع الدنمارك وصار عندهم قاعدة جوية ضخمة اسمها ثغل. هالقاعدة لليوم بتخلي أمريكا عيونها مفتوحة على القطب الشمالي، خصوصي لمراقبة الصواريخ الروسية والصينية. القصة مو كلها سياسة، في جروح اجتماعية عميقة: تهجير الإينويت بالقوة عام 1950، تجارب تحديد نسل قسري بين 1966 و 1991، وحتى إرسال أطفال جرينلاند للدنمارك بعيد عن أهلهم. الدنمارك اعتزت عن هالأحداث مؤخرا بس الذاكرة لساتها
موجوعة. جزيرة جرينلاند مو جزيرة صغيرة مثل ما الكل بيتخيل، هي قطعة جليدية ضخمة معلقة بين المحيط الأطلسي والمتجمد الشمالي، مساحتها أكثر من 2.1 مليون كيلو متر مربع، وبيغطي الجليد حوالي 80% منها. يعني فعليا معظمها عبارة عن صفيحة جليدية ضخمة، وهي أكبر غطاء جليدي بالعالم بعد القارة القطبية الجنوبية. في ناس بتفكر إنه اسم الأرض الخضراء يعني إنه فيها أراضي خضراء واسعة، بس الحقيقة إنه الاسم كان خدعة من الفايكنج ليغروا الناس يجوا يستوطنوا فيها. الدراسات الحديثة بتأكد إنه الجزيرة كانت خضراء قبل ملايين السنين، بس اليوم معظمها مغطى بالجليد. جزيرة جرينلاند مو بس جزيرة جليدية، هي ساحة شد حبال بين أمريكا والدنمارك وأوروبا. لما ترامب حاول يشتري الجزيرة سنة 2019، كتير ناس شافوا الموضوع مثل مؤامرة للسيطرة على مواردها الهائلة من المعادن النادرة والموقع الاستراتيجي. بعدين مع رجعة ترامب للحكم رجع الحكي عن ضم الجزيرة بالقوة، وصار الإعلام يحكي عن حملات تأثير وحروب هجينة مثل اللي بتعملها روسيا، بس هالمرة من أمريكا نفسها. في بعض المحللين بيقولوا إنه الموضوع مو مجرد صفقة عقارية، بل جزء من خطة أكبر للهيمنة على القطب الشمالي والسيطرة على طرق التجارة الجديدة اللي عم تنفتح مع ذوبان الجليد. هذا اللي خلى كتير ناس يربطوا القصة بنظرية مؤامرة عالمية، إنه أمريكا بدها تسبق الصين وروسيا بأي ثمن. هون بقى بيدخل جانب نظريات المؤامرة. في ناس بتربط جزيرة جرينلاند والقطب الشمالي بقصص عن كائنات فضائية أو قواعد سرية تحت الجليد، وفي إشاعات بتقول إن القواعد الأمريكية مو بس للمراقبة العسكرية بل كمان لإخفاء اتصالات مع الفضائيين أو تجارب سرية. بس بصراحة ما في أي دليل علمي أو مصدر موثوق بيأكد هالحكي، هي مجرد قصص منتشرة على الإنترنت وبين جماعات المؤامرة، مثل الحكي عن منطقة 51 بأمريكا. جزيرة جرينلاند لها علاقة مباشرة بالقواعد الأمريكية، هذا الشيء رسمي ومثبت. أما موضوع الفضائيين فهو مجرد إشاعات نظريات مؤامرة بلا أي دليل. الجزيرة كبيرة ومليانة أسرار طبيعية وجيولوجية، بس لليوم ما في شيء مثبت عن وجود كائنات فضائية أو شيء من هالعلاقة المصدي. وهلأ رح بين الحجم اللي كتير عالم هولته بشأن هالجزيرة الضخمة. في كتير مصادر بتوضح مقارنة الحجم بين جرينلاند وأفريقيا، وبتبين الفرق الهائل. جرينلاند مساحتها تقريبا 2.16 مليون كيلو متر مربع، أفريقيا مساحتها حوالي 30 مليون فاصلة 3 مليون كيلو متر مربع. يعني إذا بدنا نقارن، افريقيا اكبر من جزيرة جرينلاند بحوالي 14 مرة تقريبا. هالمعلومة بتظهر احيانا بشكل مضلل بالخرائط التقليدية، خصوصي خرائط ميركاتور، لانه بتبين انه جزيرة جرينلاند ضخمة مثل حجم افريقيا، بس الحقيقة انه في فرق كتير واسع. جزيرة جرينلاند كبيرة بس مو قد ما ببين على الخريطة. اذا بتتفرج على خريطة المدرسة اللي درسناها بالمدرسة بتشوفها مثل قارة كاملة، بس هي بالحقيقة اصغر من قارة افريقيا ب 14 مرة. السبب ان الخرائط اللي بنستخدمها بتكبر حجم المناطق القريبة من القطبين مثل جرينلاند، وبتصغر المناطق القريبة من خط الاستواء مثل افريقيا. وبالنهاية بيضل السؤال معلق وسط العواصف الثلجية، يا ترى رح يقدر ترامب يقنع العالم انه جرينلاند هي القطعة الناقصة بحجية الامن القومي الامريكي، ولا الجليد رح يضل عصي على البيع والشراء؟ اذا وصلت معي نهاية الفيديو يعني عجبك، فلا تدعمني باشتراك ولايك وشير وتعليق والشغلات الظريفة، والسلام.